السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة معاكم أخوكم وصديقكم طارق الدالي على الصفحة الرسمية. مادام كان وجه ربي رمضان السنة ما فقناش به كيفاش تعدى. إن شاء الله بالمسبق عيدكم مبارك على كل الأمة الإسلامية. إن شاء الله ربي يتقبل صيامكم، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وعافية. اليوم في الفيديو هذايا حبيت نحكي على حاجات مهمة، حاجات تهمنا احنا كمواطنين توانسة. أولا بربي نحب نحكي على أعضاء مجلس النواب. نعم، مجلس نواب الشعب هذوما أعضاء منتخبين بالطبيعة من طرف الشعب، ولكن راكم كنتم الشعب انتخبكم ما عندكمش صك على بياض كما يقولوا باش تتصرفوا كما تحبوا، وما ينقدكم حتى حد وما يحكي معاكم حتى حد وانتم راكم فوق القانون. لا لا لا، الوحيد اللي منتخب انتخابات مباشرة من طرف الشعب التونسي واللي هو معناتها بالحق الشعب مفوض له كل شيء هو الرئيس قيس سعيد. علاش؟ خاطر الرئيس هذايا معناتها مش جديد علينا. الرئيس هذا نعرفوا شنو التوجهات متاعو، من الاول كان واضح مع الشعب متاعو، قال شنو المطلوب، قال شنو اللي باش يعمل وقت اللي يولي رئيس دولة. دونك احنا مشينا معاه في الخط وانتخبناه بكل اقتناع. ولكن بعض اعضاء مجلس النواب الشعب يتصوروا بهم اللي هما معناتها حاجة معناتها فوق القانون واللي هما ما يحكي معهم حتى حد. نحب نحكي مثلا عن النائبة المحترمة سيرين مرابط. تو انا من حقي راهو في الصفحة متاعي باش نهبط اللي نحب بالطبيعة، ما غير ما ثلب، ما غير هتك اعراض، ما غير تنمر. ولكن انا كي باش نقول مثلا سيرين مرابط غلطت مثلا في الخطاب متاعها ولا في الكلام متاعها كي تقول بالفرنسويه توت لي بيجي، نقولوا احنا تو لي بيجي، مش عيب يا مدام سيرين باش ننقدك؟ راهو مش عيب. علاش؟ شنو المشكله؟ انت مراه مثقفه وقاريه باهي وعضوة في مجلس نواب الشعب وتمثلني انا وتمثل في غيري. كي تغلط غلطه كيما هكا نسكتوا؟ ماكش مواطنه عاديه انت قلتها في فيديو كيما هكا باش نسكت عليها انا ولا غيري؟ شنو تقول توت لي بيجي؟ قولوا ان بيجي. مش باش نوريك انا اللغه الفرنسيه. علاش كي نقولوا لكم حاجه كيما هكا علاش تتغشوا؟ امبارح هبط ستاتيو على الصفحه نتاعي، جاوبتني هي فيسعه تبارك الله عليها، ناشطه هي من با 5 مينوت وجاوبتني وقالت لي راهو الوزير قال هكاك قلت انت قلتها بفمك والفيديو خرج. راهو يا مدام سيرين راهو كي ننقدوك مش معناتها ما نحبوكش ولا نكروك، بالعكس احنا فرد توجهات سياسيه وفرد توجهات ايديولوجيه، ذولي كنا عندنا سكه واحده ماشيين فيها. ولكن باش تقول لنا انت معناتها ما يحكي معك حتى حد وانت فوق القانون وانت معناتها عندك معناتها نفوذ ما ينجم يحكي معك حتى بشر. هذايا هنا نقول لك سامحني، هنا نقول لك يا مدام سيرين مرابط بكل تربيه ساعه في صفحتي انا ما ثماش شكل التنمر ولا باش نقولوا كلام خايب على العباد، لا انت ولا غيرك. ولكن من حقنا باش ننقدوا، راه من حقنا باش ننقدوا، لأن لولا طارق الدالي ولولا بثينة ولولا غيرنا وغيرنا ما كنتش أنت عضو في مجلس نواب الشعب. خاطر وقت اللي احنا نتكلموا وندافعوا على بلادنا ونحاربوا في الغوانجية، نقول نحاربوا راه مش بالسلاح ولا بالضرب والمضروب كيفهم هما، لا نحاربوا بالكلام، نخرجوا في الفيديو كما هكا وفي اللي لايف وندوا باللي صاير على كمجلس الخراب اللي كان باش يمشيو. كي جيتوا انتوما شنو اللي رينا منكم؟ ترى ورينا شنو الحاجه الباهيه اللي عملتوها انتوما كاعضاء في مجلس نواب الشعب. يا اخي معناتها واحد كلمه الحق واحد ما عادش تتقال. شنو اللي عملتوه؟ شنو الاضافه اللي عملتوها انتوما؟ ابار الامتيازات وابار الشهاري وابار الجو والشيخات والنخات قال الرجل، شنو القوانين اللي عملتوها لنا؟ او حتى الافارقه استعمرونا في بلادنا، وانت من العباد اللي نسمع فيك بوذني كنت تأيد معناتها في ماذا بيك كيفاش الافارقه هذوما نلقاو لهم حل وراهم هما عباد. قلنا ما مش عباد، احنا الكلنا عباد، ولكن هذوما ناس هجموا علينا، ناس استعمرونا في بلادنا. المواطن التونسي تو ولا عايف روحه في جرة هالافارقه هذوما اللي جايين من افارقه جنوب الصحراء. عملنا قانون خويا صحيح
اللي معناتها يجرم الاستيطان في تونس. تو نخرج انا اول من العباد نخرج نحييك ونقول لك برافو يا مدام سيرين مرابط، انت ولا غيرك. راهو انا مش مركز معك انت، ولكن علاش ركزت اليوم على النايبه هذيا؟ على خاطر تغشت البارح وجاوبتنا ومش معقول. فانا فسخت الاستاتيو في وقتها، ولكن هاني جاوبتك في فيديو. انت راك ماكش فوق القانون، مش معناتها خاطر نايبه عندك حصانه ما يلزمناش ننقدوك. لا ننقدوا الناس الكل، ننقدوا الناس الكل. نعاود نقولها لك، لولا احنا ما كنتوش انتم في مجلس نواب الشعب باش العباد تخرج في صفحتك وتدافع عليك وسيرين وغيرها. لا احنا انتخبناكم باش تجيبوا لنا الاضافه، باش تنقذوا البلاد. هاك تشوفوا الغلاء والكواه، المواطن ما عادش خالط على حد شيء. غدوه ان شاء الله عيد، المواطن مش لاقي باش يشري حتى طرف حوايج لاولاده حتى من الفريق. نعاود نرجع البنان تحكم فيه عصابات محتكرين، فهمت، يبيعوا فيه. اي وينو قانون؟ نعمل قانون باش يجرم العباد هذوما باش يدخلوا الحبس اللي تلقاو عندهم خبي البنان حارم منه العباد يبيع فيه ب25 دينار. اغلى بلاد في العالم تبيع في البنان هي تونس. شنو اللي عملتم انتم؟ مش نركز لو كان على الموز و1000 حاجه وحاجه. كيلو تريلي ب65 و70 وصل حتى ب100 دينار. شنو اللي عملتوا انتم؟ لا فرق كلاونا ماكله ولا عايشين معانا. شنو نجيو ننقدوكم اليوم مانيش باهيين؟ يلزمني نخرج نشكرك وكل يعطيك الصحة باش انت تقول والله تري بيان وتبارتاجي لي الفيديو نتاعي والله برافو هذا السيد هذا يعطيه صح. عليه ما تقبلوش النقد يا خويا؟ يقبلوا النقد كيما الناس انتخبتكم وراه ما عندكمش معناتها انتم ما يلزمش معناتها ما امبوسيبل باش يتنحى له الحسانه وامبوسيبل باش يتنحى العضو مجلس نواب الشعب. كيما قال الراجل كيف ما دخلت القلب تخرج منه، راهو كيما حطيناكم كيما نحيوكم. راهو ما ثم حتى حد راهو ولا انا تو في تونس يتصور في روحه لا نائب ولا وزير ولا حتى حد. قلت لكم الوحيد اللي الشعب معاه والوحيد اللي عندنا فيه ثقة عامية هو قيس سعيد. أبار هذا اللي يغلط يا خويا نحاسبوه، هو حتى الرئيس وساعات ننقدوه. ولكن مش معقول معناتها باش نوليو نخرجوا ونتكلموا على حاجات في بلادنا ماهيش عاجبه حتى مواطن. كي تخرج في الشارع اعملوا خويا ميكرو تروتوار وخرجوا وصلوا العباد وشوفوا العباد قداش متذمره، العباد قداش تقاسي. تجي انت تتصدر لنا بلبسه عربي هي فاسون وتاتك اللهم صلي على النبي على اختي الغاليه، فهمني. ولكن اعطيونا الصحيح، اعطيونا الحاجه تنفع البلاد. هاو اللي حاجتنا به احنا، ما حاجناش كان بالكلام ولا واحد ينقدكم يولي شر خلق الله يولي مش باهي. هذه ميساج حبيت نوصلها، ان شاء الله توصل. بالله يهديكم ربي. ماكس بارتاج باش توصل الميساج. ومره اخرى ان شاء الله عيدكم مبارك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحه وعافيه، والى اللقاء.